بيأجرهم يطلعوا يقعدوا يهوهوا ويصوصوا ويقول لك ويرمي العلاج على الارض وحاجه يعني قله ادب خالص والله. داخل في زفه بلدي يا اخواني. وانا عمري ما شفت رئيس نادي بيخش في زفه بلدي. انا كنت فاكرها حلمة شيماء اللي احنا داخلين فيها واحنا بنتفرج على المؤتمر الصحفي. ايه يا اخوانا؟ وجايب لك شويه ناس اقول بقى عندي 60 سنه وانا عندي 60 سنه إيه؟ 70 سنه ايه و60 سنه؟ انت بتاخد، انت رامي بتاعي يجي 50 شريط برشام على الارض. لو خدت كل ساعه حبايه يقعد لك يومين تاخد فيهم. يطلع يقول لك ايه بقى؟ ده كانت خرابه. نادي الزمالك كان خرابه وهو اللي نظفها. لا هي والله هو، انا اسف طبعا اللفظ، لو نادي الزمالك، انا اسف اللفظ مره ثانيه، لو نادي الزمالك كان خرابه فهو حولها لعزبه. يعني لو نادي الزمالك هتقول ان نادي الزمالك كان خرابه، لا انت حولتها لعزبه. ليك انت والناس اللي بتقعد تهز دماغهم زمان، ما زي ما خالد الغندور بيطلع يقول لك انتوا بتهزوا، انتوا بتهزوا دماغكم. انتوا بتشتموا بالاب والام وبتقعدوا ساكتين ومحدش بيتكلم. يا جماهير نادي الزمالك